مساء الفل عليكم في وقفة جديدة من كورة على النصر. وحشتوني جدا. يا ريت ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، لان دي الحاجة اللي بتشجعني وبتديني دعم ان انا اكمل واعمل فيديوهات جديدة. خلي بالكم احنا عندنا دوريات كتيرة بدأت، عندنا دوري انجليزي، عندنا دوري اسباني، كل دول بدأ، ودوري مصري لسه اخر جولة شغالة دلوقتي. الدوري الانجليزي وبداية سخنة. مانشستر يونايتد على ارضه وفي وسط جمهوره بيكسب 1-0 في اخر الوقت. يعني مانشستر يونايتد في ظل الصفقات اللي عاملها والتدعيمات اللي جايبها للفريق، ولسه زي ما هو الاداء بتاعه مش نفس الاداء اللي احنا متعودين عليه من مانشستر يونايتد من ايام سير اليكس فيرجسون، وين روني بقى، فان روي، ديفيد بيكهام، رايان جيجز، سكولز، الناس الكتيره دي. كان وقتها مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا كان ليه شأن. اي فرقه هتقابل مانشستر يونايتد بالسكواد بتاعها هتعمل لها حساب. انما دلوقتي مانشستر يونايتد على ارضها في وسط جمهورها تكسب 1-0 في اخر 5 دقائق. ارسنال امتع فريق في الدوري الانجليزي، السهل الممتنع بقى، كرة بسيطه في كل كوره بيلعبوها، ماتش خفيف، ماتش سهل، بيكسبوا بسهوله. عندك الكوره ما بين اللعيبه، ما بين ساكا بقى واوديجارد ومارتينيلي، الكوره بتبقى بسيطه جدا ما بينهم. بيكسب على ارضه وبوسط جمهوره 2-0. ماتش ممتع، فريق ممتع. المدفعجيه هل هيقدروا السنه دي ان هم يبقى ليهم في التوب فور او هياخدوا الدوري؟ ده اللي هنشوفه مع بعضنا. اقوى مباراه في الجوله، استون فيلا ويست هام. اخيرا استون فيلا قدر يكسب ويست هام على ارضه وفي وسط جمهوره 2-1. ماتش لحد الدقيقه 90 محدش كان متوقع النتيجه هتخلص ايه. لو اتنين قاعدين بيتكلموا مع بعض، ده بيقول هكسب وده بيقول هكسب، ماتش غير متوقع لحد صفاره الحكم. بدايه جديده لليفربول بدون يورجن كلوب. ليفربول قدر ان هو يكسب النهارده 2-0، فرقه لسه طالعه من الشامبيونشيب، فرقه قويه. ماتش لحد الدقيقه 60 ماتش كان 0-0. محمد صلاح قدر ان هو يعمل اسيست لدييجو جوتا وقدر ان هو يسجل هدف اللي هو يعزز بيه الانتصار. ماتش قوي. ليفربول زي ما هي، ويا ترى هتحقق زي كل موسم ان هي تقدر تنافس على الدوري الانجليزي ولا لا. محمد صلاح ورقم جديد في الدوري الانجليزي. ابو مكه بيحقق رقم جديد قياسي في الدوري الانجليزي، بيسجل في 9 مواسم في اول ماتش. كسر رقم مين؟ الان شيرر، وين روني، ستيفن جيرارد، كل دول اساطير. محمد صلاح كسر الرقم بتاعهم. عمل ايه؟ في 9 مواسم ورا بعض في اول ماتش بيسجل، في 9 مواسم ورا بعض بيسجل في كل ماتش في بدايه موسم. فرعون المصري يحقق رقم جديد. اول مباراه قمه في الدوري الانجليزي ما بين تشيلسي والسيتي على ارض تشيلسي في ملعب الستانفورد بريدج. هل السيتي هيكون ليها راي تتصدر الدوري الانجليزي من اوله وتكسب تشيلسي على ارضها، ولا تشيلسي هيكون ليها راي اخر؟ ان احنا اصلا في المواسم اللي فاتت ما كناش شايفين تشيلسي بنفس قوتها. نهائي كاس السوبر السعودي ما بين الهلال والنصر. النصر قدر ان هو يتقدم 1-0 عن طريق صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، اللي كان على عكس سير المباراه ان الهلال هو اللي كان ضاغط. بس الهلال قدر في الاخر ان هو يعمل ريمونتادا قويه على فريق النصر ويكسب 4-1. الف مبروك للهلال وللهلاويه. كيليان امبابي شفناه في السوبر الاوروبي، اول ماتش، اول هدف، اول بطوله. الراجل ماضي ما بقالوش كام يوم وبينزل يلعب مع الفريق الاول في ماتش نهائي على بطوله. الله يمسيه بالخير بقى. كنا بنمضي لعيب يقعد معانا 10 ماتشات عشان يخش القايمه، وبعدين يلعب اخر 5 دقائق يقول لك عشان خاطر يتجانس مع الفرقه. يعني انا مش عارف الصراحه. المهم ان انا بطالب اتحاد الكوره، بطالب الفيفا، ان في ظلم كروي. ريال مدريد هيسيطر على اوروبا الفتره الجايه. ريال مدريد فريق مرعب، وانا بتمنى ان هو يقابل السيتي في اوروبا السنه دي عشان نشوف. هيبقى ماتش قوي، مباراه قمه ناريه 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 ما بين الاثنين دول لو حصلت. ويا سلام بقى لو في النهائي. رسميا محمد عبد المنعم الى نيس الفرنسي. محمد عبد المنعم مدافع قوي، مدافع هادي، بيقدر ينفعك في كل الاوقات، بيستفز المهاجم عشان يغلطه، بينفعك هجوم. هيد بتاعه قوي جدا. شفنا الماتش النهائي بتاع افريقيا ما بين الاهلي والوداد، الجون اللي جابه باتفاق ما بينه وما بين علي معلول. محمد عبد المنعم لعب مع الاهلي 153 ماتش، قدر ان هو يسجل فيهم 10 تجوان، 6 في افريقيا و3 في الدوري وواحد في الكاس. محمد عبد المنعم قيمه كبيره جدا، ومفيش شك ان جماهير الاهلي كلها زعلانه ان هو مشي. بس ان شاء الله ربنا يوفقه في الاحتراف اللي هو فيه، ويوفقه مع نادي نيس الفرنسي، ويبقى قيمه لاسم مصر بره زي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. كولر بعد اجتماع مع مجلس الاداره
وافق على رحيل محمد عبد المنعم الى نيس الفرنسي، بس كان ليه طلب واحد. قال لهم والله انا موافق ان محمد عبد المنعم يمشي، بس انا عايز 2 مدافعين مكانه. 2 مدافعين لان انا عندي بطولات كتيره انا مشارك فيها في السيزون الجديد اللي هيبدا، ما بين بقى افريقيا، ما بين كاس عالم انديه ودوري مصري، بطوله الانتر كونتيننتال، في حاجات كتير. مجلس الاهلي وافق، وبالفعل مضى لعيب يوسف ايمن، لعيب الدحيل القطري. وفي كذا لعيب برضه لسه على الرادار الاهلي، ما بين محلي وما بين اجنبي. اشرف داري لاعب بريست الفرنسي، واللي يحيى عطيه الله هيكون ليه دور كبير جدا في الصفقه، لان هما الاثنين مغاربه زي بعض ولعبوا منتخب اول مع بعض. وعندنا برضه اسمين في الدوري المصري، محمد اسماعيل واحمد خليل كلوشه. محمد اسماعيل مدافع زد، واحمد خليل كلوشه مدافع يمين. محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان يعني اتكلمنا عليه كتير قوي، خلاص كلها ساعات والاهلي يعلن رسميا صفقه محمد علي بن رمضان، اللي كان فيه مفاوضات ما بين نادي سعودي برضه معاه بمقابل اعلى من اللي دفعه النادي الاهلي، بس محمد بن رمضان هو اللي ليه الرغبه في الاهلي، واللي يشتري الاهلي يشتريه وما يتنازلش عنه. محمد علي بن رمضان اتكلم مع الفريق بتاعه وقال لهم والله انا عندي عرض من النادي الاهلي وعندي عرض من نادي سعودي، بس انا يروح النادي الاهلي يفضل قاعد معاه. نادي الزمالك الصراحه كان الله في عون جماهيره، كل لما يقول احنا خلاص هنبدا نفوق ونشم نفسنا بيحصل لهم حاجه جديده. السوبر الافريقي، يا ترى مين اللي هيلعب باك شمال مكان احمد فتوح؟ ربنا يفك كرمه. هل عمر جابر هيلعب باك شمال ومحمد شحاته هيلعب باك يمين، ولا هيكون في صفقه جديده في ظل ان نادي الزمالك قدر ان هو يسدد مستحقات جوزيه جوميز ويسدد مستحقات اللعيبه؟ جوزيه جوميز كان ليه 3 شهور مكافاه كونفدراليه، وكان ليه شهرين متاخرين، مستحقات اللعيبه اتسددت. فالزمالك بيبدا ان هو يشم نفسه ويقول انا اهو، انا هرجع تاني، انا ليا اسمي وليا كياني. جوزيه جوميز واجتماع اخير قبل الصف، جوزيه جوميز عايز يلعب ماتش الكاس بالناشئين، بس مجلس اداره نادي الزمالك ما وافقوش، قالوا له لا، هتلعب بالناشئين ممكن تخسر زي الماتش بتاع طلائع الجيش، وتخرج من البطوله. انت عندك حل من الاثنين، يا تنسحب يا تلعب بالفريق الاول. انا عايز اخش السوبر وانا معنوياتي مرتفعه، عشان خاطر هيبقى في طار ما بيني وما بين الاهلي عشان اللي عملوه فيا في ليله 27. ويا رب في نهايه وقفتنا الوقفه تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، عشان دي الحاجه اللي بتشجعني ان انا اكمل واقدر اعمل لكم فيديوهات واجمع لكم اخبار جديده.